احسبها دولاب عادي. طب ما هو دولاب عادي، دولاب فيه مراية. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا بينا. ما شاء الله. السلام عليكم. عاملين ايه؟ ايه رأيكم في اللوكيشن الجديد اللي هنصور فيه ان شاء الله بناء على طلب الجماهير العريضة؟ كله قال صور في اللوكيشن، صور في اللوكيشن، عملت لكم اللوكيشن. ايه رأيكم؟ يو في زيو. ايه رأيكم فيها؟ المشغول بالمقارنة محروم من السكينة. بقول حكم والله. واخر واحدة بقى، think outside the box. فكر بره الصندوق. طبعا انا ماليش في المقدمات زي ما انتم عارفين، فهنخش في الفيديو على طول عشان الناس ما تزهقش. يلا بينا نشوف الفيديو النهارده بيقول ايه. ده ايه ده؟ ركنه. تمام. ومساند بتتحرك. يا ولاد اللذينه. عايزين يبقوا جنب بعض تمام، عايزين يبقوا بعيد عن بعض تمام لو متخاصمين. حلوه، ركنه رايقه. وبتقلب كنبه على الارض وفوق سرير وركنه مع بعض. طب والله رايقه. تصميم حلو. استنوا بس كده قبل ما نكمل، انت عملت لايك ولا لسه؟ ده اول فيديو في اللوكيشن الجديد، اعمل لايك كده عشان نكمل في اللوكيشن ده، وصلي على النبي في الكومنتات عشان اخد حسنات وانت كمان تاخد حسنات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلي على النبي ويلا بينا نكمل. ده كومود او كومودينو. بتفتح الدرج. ايه ده؟ ايه الدرج الكبير ده؟ ايه اللي طلعته؟ انا مش فاهم. اوعى يكون يا بيت اللذينه. ده طلع سرير. كوميدينو بيتقلب سرير. يوفر في المساحه بتاعه الاوضه ده لو عندنا ضيف مثلا وعايزين ننيمه ومفيش مكان، الكومود ده او الكومودينو ده بيتقلب سرير. مش هياخد مساحه، ولما يمشي الضيف نقفله في ثانيه الا ثانيه. مش شرط يتحط في اوضه النوم، يعني ممكن يتحط في الصاله يتفتح للضيف وقت ما الضيف يجي. والله العظيم جامد. لا ثواني بقى كده نكتب في ورقه الحاجات اللي احنا هنحتاجها، عشان الحاجات دي شكلها جامده قوي. الحاجات اللي انا هحطها في بيتي المستقبلي ان شاء الله هي الحاجات دي. حاجات كرييتيف يا جماعه. ثواني بقى كده، ادي الورقه والقلم. يلا بينا. عدد واحد، كومود بيقلب سرير. جامد. اللي بعده. ده سرير تمام، سرير فوق سرير تحت. مفيش حاجة مبهرة، عادي. يا ولاد اللذينة. بيفتح مكتب في النص. وفي دراج والدنيا تمام، تذاكر انت واخوك والدنيا رايقة للأطفال. ده جامد قوي، مش واخد مساحة. وكمان السرير اللي فوق مش على مسافة عالية بحيث الناس اللي بتخاف من الارتفاعات. طب والله رايق. ده ان شاء الله لما اجيب اطفال بجيبه مش دلوقتي. ده دولاب. دولاب ده. يا ابن اللعيبة، ده دولاب بيقلب سريرين. عدد واحد، دولاب جواه سريرين مخفيين. والادراج جوه ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فرداني كمان. في كل حاجة. لا الحاجات دي لازم تيجي، لازم تيجي في بيتي المستقبلي. تمام. تمام، الله ينور. انا عاجبني الديزاين قوي، وان هو بيتقفل مش هياخد مساحة لو الشقة ضيقة. ده مطبخ تمام. يا عيني يا عيني على الدلع. السفرة بتاعت المطبخ بتفتح بحيث انها ما تاخدش مساحة برضو. هناكل نفتح السفرة. هنخلص أكل نرجع السفرة مكانها. عدد واحد، سفرة مخفية في المطبخ. الناس دي بتفكر بتعمل حاجات جامدة أوي الصراحة، وأنا عايز الصراحة البيت بتاعي، الشقة بتاعتي تبقى شقة كرياتيف. إن شاء الله هعمل كل الحاجات دي. ماشي، اللي بعده. دي مراية تمام. مراية مخبية الكهرباء. حلوة. وبتتحرك يمين في شمال عشان تتصور براحتك. تمام. حلوة دي، تتحط في المدخل ويمين وشمال اصور براحتي. انا كده بحب اصور كتير. حلوة وشكلها شيك الصراحة. ماشي. ايه ده؟ دولاب ده ولا ايه؟ ده ايه دي جزامة. يا بنت اللعيبة. جزامة بتدور بحيث انها تاخد اكبر عدد من الكوتشيات. لو هي ثابتة هتحط بس كوتشيات في الحتة اللي قدام، لكن هي بتدور فهتحط ورا وقدام وفي كل حتة. عدد واحد، جزامة بتشيل جزم ياما. هبهركوا في بيتي المستقبلي. ده اللي بعده. ده ايه؟ ده رخامة المطبخ. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اللي انا شايفه صح؟ دي رخامة المطبخ بيفتحها بيبقى فريزر. عدد واحد، فريزر مخفي. يقفلها بقت رخامة مطبخ عادي. الناس دي بتجيب الحاجات دي منين؟ طب والله العظيم حاجات جامدة قوي. مش هنساها، الورقة دي تفضل معايا. غرفة ملابس داخل غرفة نوم متر ونص فقط. مش فاهم. ماشي، دي غرفة النوم. فين اوضه بقى الملابس؟ غرفة الملابس فين؟ لحد دلوقتي الدنيا سهلة عادي. يا ولاد اللعيبة. ده عملوها ورا السرير في متر ونص فعلا. وشكلها شياكة ومش واخدة مساحة. لا ثواني ثواني. عدد واحد، غرفة النوم.
يبقى جواها غرفة ملابس مخفية 1.5 متر. عجباني أوي الحاجات دي، يا بخت اللي هيجي يزورني في البيت بتاعي هينبهر. اللي بعده، ما شاء الله، ده ورا الدولاب، أنا أقسم بالله فكرته دولاب. ورا الدولاب في أوضة دريسنج كبيرة كبيرة وجواها مراية، دي أوضة تانية جوه الأوضة. يا ولاد الذين بتفكروا في الحاجات دي ازاي؟ عدد واحد دولاب مش دولاب. ايه ده؟ ماشي، بتعمل ايه بالرف ده؟ بتقص الخشب ده اللي معاها. تمام. تحط رفوف. مفيش حاجة مبهرة لحد دلوقتي، بس في وش هتبهرنا كمان شوية. تمام، بتثبت الرفوف. ايه المشكلة؟ مش كرييتيف، انا عايز حاجات كرييتيف. ماشي، خلينا معاك للاخر لما نشوف. تحسه دولاب ده؟ يعني حاسسها بتعمل دولاب. ده معجون. تمام، بتلون الدولاب اللي هي بتعمله، ولا مش عارف ايه اللي بتعمله ده. تمام، دهنته روقت عليه. ايه بقى ده؟ يعني شايفه حاجة عادية، مش في الحاجات الكرييتيف. الحاجات اللي فاتت كلها كانت كرييتيف الصراحة. ده ايه ده؟ حاطط عجل؟ ده ليه العجل بقى؟ دي التركاية تقريبا. تمام. مش فاهم برضو مفصلات. دي يا بنت اللذينة، جزامة ورا الباب بتتحرك مع الباب بحيث انها متاخدش مساحة. طب والله حلوة، دماغ شغالة يا جماعة والله. حلوة، بس انا اصلا خلاص حطيت جزامة فمش هحط دي. ده سرير ماشي. ده سرير بيتفتح سريرين، الخشب بيطلع من جوه الخشب، واخدين بالكم؟ السرير بيتفتح ايه ده؟ اتفتح سريرين وبعد كده سرير فوق وسرير تحت. حلوة. وممكن تقفله يبقى سرير واحد. ده لو انت متخانق مع مراتك تخليهم سريرين وتناموا جنب بعض كل واحد على سرير، مش صالحين تناموا على سرير واحد. حلو الصراحة، سرير 3 في 1. سريرين وسرير وسرير صغير. حلو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحوض ده؟ هي المية ازاي مش بتنزل يا جدعان؟ حلو قوي. الميول متظبطه، اللي عامله رايق. الميول متظبطه ان الميه ما تنزلش لتحت. تحسه مش حوض اساسا. عدد واحد حوض مش حوض. عجبني الصراحه. ده سحر. هعمله. الميول هي السر في الحوار ده. مهندس بقى وكده. ماشي، دي ترابيزه طاوله. يا عيني يا عيني على الروقان، الكراسي بتخش جوه الطاوله من تحت بحيث انها ما تاخدش مساحه. عدد واحد طاوله، الكراسي بتاعتها تحتها. حلوه، بصوا شكلها شيك ومش واخده مساحه. الكراسي دي لما بتبقى لبره بتاخد مساحه كبيره. ماشي. اللي بعده ده ايه؟ يا عيني، السفره في الصاله بس بتتشال وتتحط. استغلال المساحات ده جامد قوي. جامد قوي. السفره مش واخده مساحه، هتخلص اكل ترجعها تاني زي شبه فكره المطبخ اللي فاتت. ده ايه؟ الله، ركنة صالة جميلة قوي. استغل المساحة الفاضية دي. بصوا المساحة قد ايه. صغيرة، ممكن ما تتعملش فيها حاجة. خليها ركنة صالة تبقى بينك وبين ربنا كده لما تبقى مخنوق. جامدة الصراحة. ماشي، ده ايه ده؟ ايه البتاعة الصغيرة دي؟ اوه يا ولاد اللذينة، جزامة بس برضو شايلة جزم ياما. بتفتح كده بميل فبتشيل جزم كتير ومتاخدش مساحة ورا الباب برضو. انا بحب اوي استغلال المساحات ده يا جماعة. بس انا خلاص جبت جزامة في الورقة، مش هكتب دي. تمام. ده ايه؟ يا عيني، الكرسي بيتقلب سرير من فوق مش من تحت زي معظم الكراسي بكل سهولة. خدتوا بالكم هو فتحه من فوق، معظم الحاجات بتفتح من تحت. تمام. وبرضو الركنة هيقلبها من فوق. بصوا بصوا بكل سهولة. وشكلها شيك قوي بقى. السرير محترم، سرير كبير. طب والله العظيم حلوة. عدد واحد ركنة بتفتح من فوق مش من تحت. اللي من تحت ده بيطلع عنا واحنا بنفتحها. دي بتفتح بسهولة قوي. ماشي. وشكلها شياكة، اهم حاجة الشياكة. ده انا هعمل شقة يحكي عنها التاريخ كله. الله ينور. ايه اللي بعده؟ دي ركنة بقت ركن حرف ال. قلبتها ركن حرف ال الناحيه التانيه. بنشكلها براحتنا. بعد كده خليتها سرير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ عدد واحد ركنه 50 في 1. ايه كل اللي هي بتعمله ده؟ لا دي هتيجي. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده كان كوميدينو. ايه اللي طلع من الكوميدينو ده بقى؟ بقت سفره كبيره. انتوا متخيلين؟
ده كانت كوميدينو قد كده، مش واخد اي مساحه. بتفكها تمام وبترجعها تاني في مكانها. بصوا بقى هتبقى قد ايه يا ولاد اللعيبه. عدد واحد، سفره بتتشال في متر الا متر. فن استغلال المساحات زي ما بيقول الكتاب. والله كده احنا خلصنا فيديو النهارده. الصراحه شويه تصميمات كرييتيف. اي حد لسه هيعمل الشقه بتاعته يسيب الفيديو ده عنده، عشان الفيديو ده هيفيده زي ما هو هيفيدني بالورقه دي. هبهركم بشقتي المستقبليه لان انا هطبق فيها معظم الحاجات دي. بس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم. اهم حاجه ما تنساش اللايك لو انت لسه ما عملتش لايك، وصلي على النبي في الكومنتات كده عشان كلنا ناخد حسنات. هستناكم الفيديو الجاي، وليه رايكم في اللوكيشن الجديد. يلا سلام.